هذه الجنرالات هم المتواطئين، هم الحامين لهذه العصابة التي نهبت أكثر من 1000 مليار دولار. كان من المفروض اليوم لو تكلمنا على الجزائر 1.5 مليون شهيد، بعدما أصرفت كل هذه الأموال تكون الجزائر قبل ماليزيا، قبل تركيا، قبل هذه الدول التي تسمى بالدول المتقدمة. كيف بالجزائر التي مساحتها تفوق 205 مرة قطر؟ كيف في بلاد التي كانت تصدر القمح في 1940 وصلت إلى درجة الانبطاح والانحطاط؟ اليوم الجزائر في المرتبة الثالثة إفريقيا من عدد الأثرياء، تحسب ثروتهم بملايير الدولارات. في نفس الوقت المواطن الجزائري يبحث عن علبة حليب، يبحث عن خبزة، يبحث عن أي أحد يدخله إلى المستشفى. أصبحت الجزائر أكبر قاعة انتظار في العالم. الإنسان ينتظر سكن، الإنسان ينتظر عمل، الإنسان ينتظر